مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل القطايف من أول العجينة لحد ما نحشيها ونقليها. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. بالنسبة لمقادير القطايف، حوالي كوبايتين دقيق أبيض ومعاهم دقيق سميط. دي كوباية، يعني كوباية دقيق سميط وكوبايتين دقيق أبيض. ودقيق السميط بختار اللي هو النوع الناعم، اللي هو رقم 2 سيمولينا 2، فاتح وناعم شوية، ومعلقة ملح ومعلقة سكر ومعلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة بيكنج باودر معلقة صغيرة. وعلى الكمية دي هحط كوبايتين مية. ده بالنسبة للعجينة القطايف. وبالنسبة للشربات حوالي كوبايتين سكر وعليهم كوباية ونص مية وشوية ليمون ومعلقة فانيليا وشوية قرفة. الأول خالص قبل ما ابتدي أعمل أي حاجة، قبل ما أخلط أحضر الشربات، لأن أنا محتاجاه إن هو يبقى بارد، فأنا أجهز الشربات الأول وبعدين أبتدي أخلط القطايف. هحط المية الأول والسكر، وبعد كده اقلبه لحد ما يدوب، لان لازم السكر يدوب الاول. وبعد كده اضيف الفانيليا والليمون. هي كده غليت. اهدي النار وابتدي احط الليمون مثلا حوالي معلقه، والفانيليا برضو حوالي نص معلقه قرفه. لازم بقى اهدي النار واسيبها تقريبا 10 دقايق لربع ساعة. مش عايزاها تقيلة قوي، لازم تبقى خفيفة. في نفس الوقت انا مجهزة الحشو عبارة عن زبيب واي نوع مكسرات. انا حاطة هنا عين جمل ومكسرات صغير وجوز هند وشوية قرفة وشوية سكر، يعني مثلا معلقه قرفه وحوالي 3 معالق كبار سكر. دايما انا ده مجهزاه لما اعمل كنافه اما اعمل قطايف، بيبقى موجود عندي، ومجرد ان انا خلطته اشيله في التلاجة لو فاضل منه شويه. بعد كده ابتدي اعمل القطايف. الحقيقه العجينه طريقتها سهله جدا ومتاخدش وقت كمان. ابتدي اضيف الاول، احط على الدقيق الخميره والبيكنج باودر ومعلقه سكر ومعلقه ملح والبقسماط اللي هو السميد او دي السيمولينا. اقلبه الاول كويس قوي، وبعد كده بمضرب البيض العادي او ممكن بالخلاط، فانا بستخدم المضرب البيض ده. وابتدي احط الميه كلها. دول كوبايتين بس، ممكن احتاج لان عجينه القطايف لازم تبقى سايله شويه، فانا احطهم كلهم. زي ما احنا شايفين تبقى سايله شويه، لازم تبقى سايله شويه. اسيبها بقى تخمر لحد ما اشوفها تعلى قدامي، ابتدي اقليها. بعد كده لازم اغطيها عشان تخمر. في نفس الوقت الشربات خلص وهدي كمان، هبتدي احطه في التلاجة. زي ما احنا شايفين العجينة خمرت وعليت اهي. بستخدم مثلا بتاعت الايس كريم، او ممكن استخدم مغرفة صغيرة عشان اعمل العصافيري، او ممكن مغرفة كبيرة لو هعمل حجم كبير. اكون مجهزة صينية وحط عليها فوطة عشان اول ما اخلص القطايف احطها على طول على الفوطة واغطيها عشان ما تنشفش مني، لانها لازم تبقى طرية عشان اعرف احشيها. واكون مجهزة المقلاية، تكون تيفال، لو كبيرة شوية يكون احسن، عشان اقدر اعمل كذا واحدة في نفس الوقت. ودرجة الحرارة تكون متوسطة.
استنى لحد ما احس ان مفيش عجين فوق يتغير اللون كله واشيلها على طول، لانها هتبتدي تحمر. لازم استنى كله لحد ما تستوي. ما حركهمش، يعني المكان اللي حطيتهم فيهم ما حركهمش. دي خلاص اهي من تحت اهي. ممكن اسيبها شويه ما يجراش حاجه، بس هي كده لونها حلو قوي. واحطها على طول على القماشه واغطيها على الفوطه واغطيها على طول. هي على فكرة المية خدت اكتر من 3 كوبايات، يعني 3 كوبايات وربع كده، عشان كان بعد ما خمرت لقيتها تخنت شوية فرحت مزودة. فهي ال3 كوبايات، كوبايتين دي وكوباية سميط، عليهم 3 كوبايات وربع مية عشان تبقى مظبوطة معايا. زي ما احنا شايفين انا بحطها على الفوطة واغطيها على طول وهي سخنة عشان ما تنشفش مني. هبتدي احشي القطايف دلوقتي. هي دافي يعني بردت خالص. هبتدي احشيها. بحط شوية من المكسرات اللي انا جهزتها واقفلها. هي عشان طرية هتتقفل على طول، مش محتاجة ان انا احط ايدي في المية، هي هتلزق على طول فيها، بس اقفلها كويس قوي. بالطريقة دي اعمل بس كمية شوية الاول، وبعد كده ابتدي اولع الزيت واشتغل. هي على فكرة ال3 كوبايات دول عملوا حوالي 45 واحدة من دول، فتعتبر كمية حلوة يعني. ممكن بعد ما نحشيها كده نشيلها في التلاجة وبعدين نبقى نقليها. ودي مقاسها حلو، اللي هو متوسط، لا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة. ممكن برضو نعمل اللي اصغر اللي هو العصافيري. كده انا حشيت الكمية كلها زي ما احنا شايفين، هي عملت كمية حلوة. ممكن مش لازم احشيه كله، اشيل القطايف نفسها في الفريزر، وما بين كل طبقة وطبقة احط ورق زبدة، وما اطلعه ابرده واحشي واقليه على طول. هبتدي دلوقتي اقليه، بس عشان اقليه لازم اكون مجهزة الشربات بتاعي. هو كده بارد خالص، وفي نفس الوقت مصفى. هطلع من الشربات احط في المصفى. اول ما الزيت يسخن ابتدي احط القطايف. بستخدم نار عالية لان انا مش محتاجة غير ان انا احمرها بس. زي ما احنا شايفين هي كده اتحمرت خلاص. ابتدي اخد واحدة واحدة واصفيها كويس قوي واحطها على طول في الشربات وهي سخنة. واقلبها كويس قوي واستنى عليها شوية كده، يعني دقيقة واحدة كفاية لحد ما تتشرب. بعد كده اخدها احطها في المصفى واصفيها برضو من العسل، لان المصفى هتصفيها برضو كمان. زي ما احنا شايفين انا قليت الكمية كلها دي، شوية منهم. ما خدش وقت في القلي، بيتقلي بسرعة لان النار كانت عالية، ويتقدم سخن، وممكن يتشال في التلاجة بس يتغطى. حاولوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.